السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلب، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. النهاردة الفيديو بتاعنا كنت في السوق كده، فتعالوا نشوف بقى جبنا ايه وكده يعني. اول حاجة جيت كده جبت بوظة عشان بنحبها جدا جدا يعني. وجيت جبت بطيخ وخضار، وجبت طماطم، وجبت ليمون واناناس وخيار وبطاطس، يعني دول الحاجات اللي احنا كنا محتاجينهم وكده. وجبت سمك. بعدين بقى جيت كده غسلت السمك. بعد كده بقى غسلت السمك بقى، جيت كده اجرب بطيخة قدامكم كده وافتحها واقطعها. وكانت اول مرة اجيب بطيخ ان شاء الله، واخر مرة اجيب برضو. والبطيخة طلعت قرعة. يعني اول مرة اجيب بطيخ، يعني اول مرة اصلا نجيب بالسناد وكده، يعني هو لسه طالع، فاول مرة نجيب. فلما جبت بقى لقيتها قرعة بقى بس. ماما قالت لي ما تجيبي اليومين دول، يعني خليه شوية كده علشان يعني في الاول كده مش بيبقى حلو يعني لما كده كمان شوية بيبقى حلو. فقلت لها لا هجيبه كده، فجبت بقى وما سمعتش الكلام، وده اخرة اللي ما يسمعش الكلام. والبطيخة طلعت قرع بقى. وقطعتها بقى كده، بس هي كان انا دقتها بس طلعت مسكرة، يعني مش عادبة، اللي هو مع اللون بتاعها كده مش بتبقى طعمها حلو برضو. لا هي مسكرة. جيت كده قطعتها وبوريكم شكلها الحلو الجميل ما شاء الله. حمرا قوي يا سلام. جيت كده قطعتها، ويا رب التانيين بقى مش يكونوا زيها، عشان لو كانوا زيها يبقى ضحك عليا بقى. جيت بقى قطعتهم بقى كده وخلصت. يعني تقطيع البطيخ يعني مش باخد وقت وكده. جيت بقى خلصت كده وحطيت القشر في الطبقة التانية. جيت بقى بعد ما خلصت البطيخ، جبت الرز وغسلته. جيت بقى غسلته كده. وكده خلصت غسيل الرز. نيجي بقى، ولعت عليه، حطيت كده ملح، ولعت عليه بقى وغطيت عليه بقى. جيت بقى عشان اعمل دقة السمك، جبت فلفل وغسلته كده الاول، يعني لازم الفلفل يتغسل طبعا، اي حاجة تتغسل قبل ما تعمل بها اي حاجة. بقى جيت كده غسلته وقطعته كده وحطيته في الشفشق الخلاط.
وبعدين بقى جيت بعد ما قطعت الفلفل، جيت جبت ملح وحطيت برضو على الفلفل كده ملح. بعدين بقى جبت ليمونة كده وحطيتها عليه برضو، وجبت توم وشطة وكمون. حطيت كده مية فيهم، مية عليهم، وجبت الخلاط وضربتهم في الخلاط بقى كده مع بعض. جيت بقى كده جبت طبق كده وحطيت فيه الدقة، شطفت الشفشق. نطلع بقى نشوي السمك. جيت بقى طلعت على السطح عشان اشوي السمك بقى. معلش كنت خايفة شوية ومرعوبة طبعا. علشان كان حصل موقف كده، ومن يومها ما كنتش شويت سمك. يعني دي مش اول مرة اشوي سمك، يعني شويت قبل كده. ف اول مرة بقى ماما علمتني الاول كده وقعدت جنبي وخلتني وقالت لي يعني اتفرجي انا بعمل ايه وكده وعلمتني. وتاني مرة انا عملت لوحدي بعد ما اتعلمت بقى. تالت مرة بقى نسيت بقى مش تشتغل ازاي وكده يعني. عملت ولعت التلات عيون مع بعض، هما المفروض كل عين لوحدها وبتتولع لوحدها زي ما عملت قدامكم من شوية. جيت بقى عملت ولعت التلات عيون مع بعض، وجبت ورقة بقى وبولع كده. قام الفرن كله لقط في وشي. طلع كده النار طلعت برا كده الفرن، فلقطت في وشي، لقطت بقى في شعري وحواجبي ورموشي. ومن يومها وانا خايفة بقى وما كنتش شويت قبل كده يعني تاني. فدي اول مرة يعني بعد الحادثة اللي حصلت دي وكده. وان شاء الله ما عادش تتكرر تاني. والفيديو ده عدى على خير يعني، والمرة دي عدت على خير اهو. جيت بقى كده حطيت الردة على السمك كده وقلبتهم مع بعض. وبعدين جبت المطرحة رصيت عليها السمك كده. وبعدين حطيت السمك في الفرن وقلبته كده فردته عن بعضه. وبعدين بقى كده كان اتشوى من تحت كده يعني بقى حلو من تحت، قلبته بقى. جيت بقى قلبته كده، وكان كده هنا بقى كانت شوى يعني، ويطلع بقى من الفرن بقى وكده. بس كان في بعد واحدة كده يعني راسهم كانت لسه ما مش اتشوت حلو يعني، كانت لسه بيضة. فبقى جيت كده جبتهم على جنب كده عند الفرن كده من الجنوب، علشان راسهم تحمر وكده تبقى تتشوى يعني. مش بنحب السمك في ناس بتحب السمك يعني ايه، نص شوية كده، لكن احنا لا يعني بنحب نشويه يعني، مش مشوي بقى، مشوي بجد. كده طلعت السمك كله. كده كله كان اتشوى بقى وبقى حلو. طلعته بقى وقفلت الفرن وحطيت السمك كده في الدقة وملحته حلو كده. وبعدين طلعته حطيته في المصفى دي يصفى شوية من المية اللي فيه. وبعدين بقى جبت الحلة دي حطيت فيها. جيت بقى بعد ما شويت السمك ونزلت تحت، جيت بقى جبت السلطة. جبت طماطم وخيار وقطعتهم كده.
بفكركم تاني اهو، ما تنسوش اللايك، اهم حاجة اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملوا لايك 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 كتير. ويا ريت بقى تدعمونا، يا ريت يعني، يا ريت. كده بقى هنا جيت قطعت السلطة الطماطم. كده بقى هنا كنت قطعت الطماطم وخلصتها، وبعدين بقى جيت جبت الخيار برضو قطعته كده. جيت بقى كده خلصت الخيار برضو. جيت بقى جبت كده عودين جرجير. كنت عملت نضفت الخضار، وجبت بقى الجرجير كده حطيته في الطبقة دي، وحطيت فيه مية كده، نقعته في المية، غسلته وبعدين نقعته في المية برضو. وجبت عودين بقى وحطيت على السلطة. بعدين بقى جيت بعد الرز كان استوى وطفيت عليه. جيت بقى جبت الطبق كده وحطيت فيه زيت، وسبته بقى يتعمل براحته كده، يتقدح براحته. عمل بقى ايه معاه، اعمل البصل ده. طبعا السمك ما بيحلاش غير مع البصل، فعملت بصل كده مع الطريقة بتاعته كده، الطريقة دي. جيت بقى حطيت عليه ملح كده. بعدين معلش. بعدين بقى جبت حطيت كده على قدحت على الزيت وكده، وده كان شكل الاكل. يا رب يعجبكم. كده وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش اللايك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. دوكا ده بقى بنحلي بعد الاكل. قولوا رايكم بقى. مع الف سلامة، باي.